السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بشكر الناس الجديده اللي دخلت قناتي، على راسي والله، انتوا تاج على راسي. بحبكم قوي، بحترمكم قوي. كومنتاتكم الحلوه اللي بتساعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو. حطوا لنا اللايك حبايبي. هنتكلم النهارده في كذا موضوع، وهنبدا بالست امونه. وطبعا طلعت علينا بفيديو اللي هو الاسئله، وطبعا ناس كتير هاجموها في الكومنتات وقالوا لها ان انت بتقلدي. طبعا احنا عارفين ان عيله الحفريه هم اللي بداوا بالحاجات دي. قالت لا يا جماعه، الفكره كانت عندي بقالي شهر بس انا ما عملتهاش. وفي بنت اسمها اميره من متابعينها يعني، هي بتشكر فيها جدا، وقالت لها تعالي نعمل الفكره دي، فكره السؤال والجواب يعني. طيب جالها سؤال ان انت رميتي ابنك. طبعا قالت لهم ارمي ابني ازاي يا جماعه؟ ده انا ما عنديش الا هو ابني الوحيد دوت، وانا شحته من ربنا. ربنا يهدي له حاله يا ام ضني والله. وانت صعبانه علينا جدا، بس انت بجد ست ب100 راجل زي ما بنقول. الله اكبر عليكي، قاعده زي القمر، وشك منور. ربنا يا رب يشفي لك رجلك، وبجد انت ست جميله. وكفايه ان الكل بيحبك. سيبك بقى من الكلام اللي هم بيقولوه. هقول ربنا يهديهم. طيب جالها سؤال تاني وقالوا لها هو الحاج ناجي انت ليه ما تروحيش تقعدي وتعيشي معاه هناك؟ قالت لهم يا جماعه انا عامله زي السمك ما يقدرش يطلع من الميه. انا بحب بلدي، بحب مصر، طبعا كلنا بنحب مصر. هي يا جماعه فعلا بتعشق بلدها زي ما هي قالت. جالها سؤال تاني وبرضه نفس الحكايه. قالوا لها طيب الحاج ناجي هو متجوز عليكي؟ قالت لهم لا، هو كان متجوز بعد ما طلقها. اتجوز حوالي 3 مرات. يا حاج ناجي ده انت شكلك بجد يعني. ربنا يا رب، هقول ايه بس يعني، اللي يشوفك ما يقولش ان انت عملت كده بجد يعني. ربنا يهديلكوا حالكم يا رب. قالت لا، انا ما فيش حد دلوقتي على ذمه الحاج ناجي، ما فيش الا انا. طبعا لما ارجع لها خلاص بقى، هي الست دي وحش الكون زي ما الناس مسمياها وحش الكون فعلا. ست جميله والله يا ست امونه. ربنا يهديلك ابنك ده اللي بنتمناه. سألوها كذا سؤال تاني برضو. قالت لهم انا ازاي ارمي ابني؟ انا لما اتطلقت كان تقريبا ضني كان صغير. ففعلا يا جماعة يعني برضو الست الله يرحمها امها، فبنتها صغيرة يعني اتطلقت وكانت صغيرة، فلازم تتجوز تاني يعني. ايه المشكلة لما اتجوزت تاني؟ وضل راح عاش شوية مع سته. قالت ان هو لما ساب التعليم طبعا قالوا لها يعني ان انت سيبت ابنك التعليم؟ قالت لهم لا، ده هو ساب، كان يعني معاه تانية ثانوي وكان كبير، وكان حتى لما بيروح الدروس ويروح المدرسة كانت بتروح وتقعد وتستناه، وكانت بعد الدروس بتاخده وتروح تأكله كنتاكي لأن هو بيحب كنتاكي. هو ما تمرش فيه الأكل يا أم ضني والله العظيم، لو كان تمر فيه. إنما للأسف هو مش شايف أمه قدامه خالص، للأسف شايف عيلة مراته، شايف مراته وبيته. لكن يا ضني ربنا عمره ما هيبارك لك والله في حياتك طول ما امك غضبانه عليك. ربنا يهديلك حالك يا ست ام ضني. اتكلمت كتير طبعا، واحنا شايفينك بجد ان انت يعني الحمد لله رب العالمين ابتديتي يعني هنقول بتنسي شويه، او ما بقيتيش تزعلي زي الاول. اتركي فعلا وسيبيها لله. ربنا سبحانه وتعالى هيهديه في يوم من الايام. ولو بقى ما يعني ضني هيفضل زي ما هو كده، استعوضي ربنا، وعندك متابعينك اللي انت بتحبيهم. وفعلا يعني هو ما تمرش فيه التربية بتاعتك، ولا تمر فيه مروحك معاه للمدرسين، ولا هنا ولا هنا. فاستعوضي ربنا
وربنا يا رب يخلي لك الحاج ناجي، وهو هينزل قريب وخلاص بقى ما يسافرش تاني ويقعد معاكي وتعيشوا بقى وتقضوا بقيه ايامكم. ربنا يديكي طولة العمر انت والحاج ناجي. حطوا لنا بقى اللايكات يا جماعه. هنتكلم على ست زاهيه وشايفينها مطلعه سالي معاها، لان احنا شفنا المشاهدات بتاعتها وقعت خالص، فابتدت بقى عايزه دم جديد يجي معاها في القناه. قالت تطلع مرات ابنها سالي. سبحان الله، مش عارفه ليه سالي واخده نفس الدم بتاعهم. حاجه غريبه يعني. عملت بيتزا وقعدوا يشكروا فيها جدا جدا جدا، وبس زاهيه كان واضح عليها ان فعلا لا شكلها كان متضايق. انا حاسه ان هي خايفه لسالي تاخد منها الجو، بدليل ان هي طلعت بفيديو وقالت يا جماعه، وهي كانت بتعمل طاجن الباميه، قالت بس سالي مش هتصور كل يوم معانا، مع ان سالي حابه ان هي تصور معاكم. عايزين نقول لك يا زاهيه، اشمعنى دلوقتي طلعت مرات ابنك؟ طب ما هو نرمين لما كانت بتطلع مع حلميه كنت بتقلبي الدنيا عليها، والسكرينات اللي انت مفبركاها. هقول ايه؟ هقول لطارق استمر يا طارق، فعلا خد حقكم انت ونرمين بالقانون. يعني زاهيه ربنا يهدي لك حالك، ده اللي بنطلبه من ربنا. لما اختك حلميه طلعت معاكي وكانت الناس حباها، عملتي ما يعمل عشان خلاص حلميه تسيبك، وفعلا سابتك، لكن ربنا كرمها اخر كرم. الناس بقى اللي بتقول لي زاهيه الله على الروتين بتاعك، الاكل بتاعك فين يا جماعه؟ الاكل اللي هي بتعمله اكل طبيعي جدا. معلش روحوا شوفوا الخاله حلميه، على قد ما هي ست بسيطه لكن بجد بتجود في الاكل بتاعها، بتفنن في الاكل بتاعها. المنظر الاكل لما بتخلصه شكله رائع بصراحه. ففين الاكل اللي زاهيه واو بتعمله؟ انا شايفه ان عملت طاجن باميه عادي جدا، الاكل اللي هي بتعمله عادي جدا جدا، اي ست بسيطه بتعمله. شفنا مرات ابنها برضو عملت كيكه برضو واو واو. ايه في ايه يا جماعه؟ كيكه عاديه جدا، ايه المشكله؟ عايزه اقول لك بقى حاجه يا زاهيه. بالنسبه لولادك اللي هو يوسف وابنك التاني ده، والله العظيم يعني لا المفروض يسترجلوا بجد شويه، بالذات يوسف يعني عمال يدلعك يا زوزه ويدلع التانيه يا سوسو. ايه ده يعني؟ انت ماسك الكاميرا وبتصور ابنك صح عشان انت من صغره موقفاه معاكي في المطبخ بيصورك بيقف يعمل اكل. لا ده شاب المفروض ينتبه لدراسته، ينتبه لحاجته. لكن للاسف ايه يا سوسو يا زوزو يا زوزو يا سوسو طول الفيديو صدعتنا والله بجد وحياة ربنا. اعقل يا يوسف كده، صور حتى من غير كلام. دخل روق الاوضه هو وسالي. ده سالي روقت اوضه يوسف. يا جماعه احنا ملناش دعوه بالحاجات دي، احنا عايزين محتوى يطلع لنا. وبجد ابعدي بقى عن نرمين، اطلعي يا نرمين صوري مع الخاله حلميه. هقول الفيديوهات بتاعتكم بصراحه بتاعت الخاله حلميه بيبقى فيها روح حلوه قوي قوي لما انت بتطلعي كمان فيها. عم تسوق الراجل الطيب الجميل اللي الناس نازله بهدله فيه، عيب عليكم يا جماعه، الراجل ده جميل ومؤدب ومحترم. يكفي ان هو عنده 60 سنه وبيشتغل بايده لغايه دلوقتي في الغيط بتاعهم او في الارض بتاعتهم. حطوا لنا بقى اللايك يا جماعه. وهنتكلم في اخر موضوع الست ام شروق، وطلعت لنا بتعمل فرخه ورز بسمتي وواقفه في المطبخ. اول مشهد لابسه عبايه واسعه جدا، عبايه سمراء، وقعدت تقول بصوا يا جماعه انا خسيت. الناس اللي بتقول لي تخينه، واحنا يعني المتابعين دي كلها ما بتشوفش يا مشروق وانت اللي بتشوفي؟ انت تخنتي جدا، انت بقيتي دلوقتي والله التخن بتاعك بقى حصلت مجانه واكتر كمان. يعني عايزه اقول لك ما تدلعيش الفرخه والنبي وتقولي لها كوكو. بلاش كوكو دي، يعني بلاش كوكو ارجوكي لو سمحتي. طيب وبعدين ازاي مش تخينه؟ الناس كلها بجد ده انت تخنتي جدا. بص وشك ما شاء الله وجسمك، وقعدتي تضيقي في العبايه وانت واقفه بتعملي الفرخه يعني في المطبخ. بص يا شروق، صح يا شروق، وتلف كده واديتينا المؤخره بتاعتك وشكلك ما كانش حلو ابدا. الكبشه والحاجات اللي انت بتقولي والعلب اللي ولادك بترميها لك بتاعت الملح والتوابل. طب يعني انت العيال هم بيلعبوا، هم بيضربوا بعض بيهم، يعني بيحدفوهم منين اصلا؟ طب ما هم لو ضيعوهم في الشقه اكيد هتدوري عليهم وتجيبيهم. انت بتقولي هستنى الشهر الجاي لما اجيب كبشه. يعني الواحد بجد يلطم يا جماعه، ولا يصوت، ولا يعمل ايه من الناس دي؟
دي المحتويات دي اللي الناس بتتفرج عليها. هقول ايه تاني يا جماعه؟ ابتدت تغسل الفرخه، بدل ما تقول انا غسلت الفرخه بتقول انا شطفت الفرخه. شطفتيها من ايه يعني؟ انت كان عليها تراب بقى، وانت انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. شطفت الفرخه. طيب بتقول على الورق اللي هو ورق اللوري يا جماعه، بتقول اسم غريب كده. مش عارفه والله العظيم، انا بجد احترت فيكي. اللومي، الليمون الاسمر، بتقول عليه كوره. طيب العصيان اللي هو القرفه الخشب مسمياها عصيان. لما انت مش عارفه تتكلمي وتقولي الحاجات ديت، مفيش داعي ان انت تقوليها. يعني قولي توابل وخلاص، مفيش داعي. بتدلعي الحاجه، انا مش عارفه انت بتدلعي الحاجه ولا مش عارفه والله. احنا نقول لك ايه بالظبط يا مشروق؟ البوتاجاز لما فعلا اكيد انت متابعاني، لان انا الفيديو اللي فات قلت لك البوتاجاز بيتغسل قبل الاكل وبعد الاكل. الحاجه الوحيده اللي انت طلعتي قلتيها وسمعتي كلامي فيها، او سمعت الكلام الناس كتير قالت لك ده، قالوا لك اغسلي البوتاجاز. انت كنت بتقولي بغسله بقعد بالثلاث ايام والاربع ايام ما اغسلهوش. فانت الحاجه الوحيده قلت انا بقيت دلوقتي يا جماعه اغسل البوتاجاز وانضفه، اي حاجه تقع عليه بمسحها والكلام ده. شروق لما عملت الكيكه، صينيه الكيكه، ماشي بنشجعها كطفله وكل حاجه. عملت الكيكه، المفروض هي بتصور في المطبخ وابوها بيصورها. انت صوتك قد كده بره، انت والعيال عماله تزعقي لهم. مفروض في تصوير اخد العيال بقى واسكتهم، ده يعني الفيديو 10 دقايق، لكن انت كنت عامله موال بره بصراحه. شروق الناس قالت لك كفايه صوت ماجده اللي انت بترققي صوتك فيه، قلنا لك كتير وكل فيديو هنطلع نقول لك الموضوع ده يا شروق، لكن للاسف انت برضو بتتمادي في الموضوع ده. كنت عامله حفله انت وشروق وقاعدين تهرجوا وتغنوا وتضحكوا، ماشي اوكي حلو مش وحش، لكن مش قوي، مش اوفر كده يعني، مش اوفر يمو شروق اللي انتوا بتعملوه. اعملي الحاجات دي حتى بره في الصاله وانتوا قاعدين تلعبوا وتضحكوا، انما للاسف بتعملي الموضوع ده وانتوا واقفين بتعملوا الاكل. انا مش فاهماكوا الصراحه، ربنا يهديلكوا حالكوا. ربنا يهديك يا شروق، والله المفروض انت يبقى ليكي تفهمك الصح من الغلط. تقرا الكومنتات كده زي ما هي بتقعد على اللايفات وتقرا الكومنتات وتعرف الناس بتقول لها ايه، وعشان قناتكم حتى تكبر بقى زي ما بتقولوا، عشان القناه تكبر بيكم. فبشكركم حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.